هتاكليها من عندي. وريني كده شكل الاكل كده وانت بتتكلمي. وليه اخترتي الاصناف دي؟ انا لسه في اصناف، والعدس برضو مش همنعه لانه دوت ليه زباين كتير قوي. الناس بتقول لك على العدس بقى، بيقولوا قصايد وحكايات في العدس بتاعهم. بيقولوا ايه؟ الحمد لله كلهم عاجبهم. انا بس يومين ما خرجتش عشان كنت بعمل الحاجات اللي مطلوبه مني، عشان دي امانه. ايوه امانه هتحاسب عليها يوم الموقف العظيم، فقلت لازم انتبه للحاجه بتاعت الناس. حبيبي عيني. ايه رايك في العدس بتاعك؟ ده تمام. قول هنا على طول. ايه السر بقى في جمال الاكل بتاعك؟ ايه السر ان انت بتيجي تاخد من العدس؟ يعني واحدة بتاكل عيش كده وانا بيجي عشان هي تصح. وريني كده بقى بتجهزي طبق المكرونه ازاي؟ المكرونه يعني انا مكرونتي مش عاجباك ولا ايه؟ لا مش على كده. تقريبا كده. لا والله. فين يقصد كده؟ ايوه اهو. لا مش واحدة بقى. لا انا بتبقى دماغي مسؤولة. ربنا يديك الصحة يا ابويا. والله. حبيبي يا بابا. قول لنا الطبق ده ببيت كام؟ ايه؟ الطبق ده اللي انت بتعمليه ببيت كام؟ 25. 25. وفي حاجة 25 في الزمن ده؟ يعني المطاعم والمحلات اللي فيها كشري ومكرونه الاسعار اللي عندهم اعلى من كده، انت بتبيعي بسعر اقل بنفس الناس كلها. انا باخد بسعر التكلفة. والحمد لله برزق برضه. وانا ما كنتش هحس بيهم، مين هيحس بيهم؟ بعدين انا زيهم اساسا، فالحمد لله هما كلهم ناس زي العسل وانا بحبهم كلهم، وكفايه ان هما بيحبوني. ده عندي بالدنيا وما فيها. ربنا يوسع ويرزق، ربنا يوسع ويرزق. وانا اكره ليه ان انا يبقى عندي مكان. عمي احط لك شطه؟ لا بسيط قوي. عيني يا بابا. قولي لنا بقى الشطه والدقه دي بتاعتك دي بتعمليها ازاي؟ ايه السر دي؟ بعملها في البيت. بتعمليها بتحط لها ايه؟ بس كده على الهواء بس. جيب فلفل احمر وافرمه. عمي اللي معاكوا خلاص ماشي. لا تمام بالامانه. خلاك كده بألف هنا وشفا يا بابا. بس يا حبيبي. ماشي يا حاج. اقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين، وانا فرحانه من دعمكم ليا وحبكم ليا، وانا بحبكم قوي.